يا أهلا بيكم. الذهب وصل ل $4750 للأونصة، والفضة بتجري وراه بسرعة الصاروخ وكسرت $79. هل إحنا فعلا قدام انفجار سعري هيخلينا نشوف أرقام عمرنا ما تخيلناها قبل نهاية السنة؟ ولا دي مجرد فخ وبعدها السوق هيصحح وينزل بينا للأرض؟ الأسواق العالمية بتغلي. الكلام كله دلوقتي عن اتفاق سلام محتمل بين أمريكا وإيران بعد حرب استمرت 69 يوم. الخبر ده لو كمل هيقلب موازين الاستثمار في العالم كله. الذهب والفضة اللي عملوا ارتفاعات خرافية في 2025 بنسبة 66% و135% راجعين تاني للصدارة بعد فترة تذبذب وقلق في أول 2026. بس قبل ما ندخل في التفاصيل والأرقام الصادمة اللي معانا، وقبل ما أقولك تشتري ولا تبيع دلوقتي، انزل حالا اشترك في قناة فلوس من الصفر. القناة دي معمولة مخصوص عشان نبدأ مع بعض رحلة تأمين فلوسك وتكبرها صح. ولو الفيديو ده عجبك اضغط لايك متين، لأن اللايك بتاعك هو اللي بيخلي المعلومة توصل لكل الناس اللي خايفة على شقة عمرها. ركز معايا جدا في اللي جاي، لأننا هنتكلم بالأرقام والتحليلات الفنية اللي هتحدد مستقبلك المالي الفترة الجاية. الذهب قفز بنسبة 1.2% ووصل لمستوى $4750 للأونصة. ليه ده حصل؟ لأن في تفاؤل كبير إن مضيق هرمز هيهدى، والمفاوضات بين أمريكا وإيران بدأت تظهر نتيجتها. الذهب في السوق الفوري واصل مكاسبه لثالث جلسة على التوالي، وده معناه إن الثيران أو المشترين مسيطرين على السوق وعاوزين يكسروا منطقة $4850. طيب ده تأثيره إيه علينا في مصر؟ السوق المصري هنا بيحب الذهب بالفطرة، بس دلوقتي في حالة ترقب وقلق. عيار 21 النهاردة مسجل حوالي 7015 جنيه للشراء، وعيار 24 دخل في 8000 جنيه. الجنيه الذهب وصل ل 56120 جنيه. الأرقام دي تخض؟ طبعا تخض، بس لازم تفهم إن الذهب في مصر مش بس بيتحرك بالسعر العالمي، ده كمان مربوط بسعر الدولار وحالة العرض والطلب المحلي. النصيحة اللي بقولها لك بمنتهى الأمانة، الذهب لسه هو الملاذ الآمن، والبنوك المركزية في العالم كله بتشتري منه كميات رهيبة. لكن في مصر احنا محكومين بتذبذبات السوق السوداء وسعر الصرف. فلو انت مستثمر طويل الأجل الذهب دايما كسبان، لكن لو انت بتضارب وعاوز مكسب بكرة الصبح فالسوق حاليا مكهرب ومحتاج منك حذر شديد قبل ما تحط جنيه واحد. فانت فايتك كتير في الفضة. الفضة النهاردة ارتفعت بنسبة 3% ووصلت ل $79.62 للأونصة. الفضة في 2025 عملت طفرة وصلت ل 135%، يعني أكتر من ضعف صعود الذهب. ورغم إنها في شهر يناير اللي فات شافت أكبر انخفاض ليها من الثمانينات، إلا إنها دلوقتي بترد وبقوة. الخبراء بيقولوا إن الفضة هي الحصان الأسود لسنة 2026. ليه؟ لأن الطلب الصناعي عليها بيزيد، ومع هدوء التوترات الجيوسياسية المستثمرين بدأوا يرجعوا لها كبديل أرخص من الذهب وبفرص نمو أكبر. لكن خلي بالك، الفضة دايما حركتها عنيفة، يعني زي ما بتطلع بسرعة ممكن تنزل بسرعة وتكسر مستويات دعم زي $72 اللي شفناها الأسبوع ده. في تقرير مهم جدا من CBM جروب واخد نظرة حذرة شوية، وبيقول إن الذهب ممكن ينزل لمستوى $4500 في نص شهر مايو كنوع من جني الأرباح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني السوق مش بيمشي في خط مستقيم لفوق، لازم يريح شوية عشان يجمع قوة ويكمل صعود. فلو شفت هبوط بسيط في الأيام الجاية ما تخافش، ده غالبا بيكون تصحيح وفرصة للشراء للناس اللي فاتها القطر عند المستويات العالية. أعمل إيه بفلوسي؟ بص يا سيدي، التحليل الفني بيقول إن الذهب لو ثبت فوق $4700 الطريق مفتوح $4780 $4800. النصيحة المحددة هنا، لو أنت مستثمر متوسط الأجل، أفضل مناطق لبناء مراكز شرائية هي قرب مستوى $4580 عالميا، وتستهدف جني أرباحك عند $4780. في مصر لو السعر نزل تحت $7000 لعيار 21 دي بتبقى فرصة كويسة جدا للتجميع،
لأن التوقعات بتقول إننا ممكن نكسر أرقام قياسية جديدة قبل نهاية السنة لو الاتفاق الدولي ما كملش أو لو حصلت موجة تضخم جديدة بسبب النفط. الذهب والفضة هم تأمين لفلوسك ضد تآكل القيمة الشرائية، مش مجرد تجارة. أنا دايما بحب أكون صادق معاك، في ميل هبوطي بسيط ممكن يحصل في المدى القصير جدا نتيجة عمليات بيع، فما تحطش كل سيولتك في وقت واحد، اشتري على أجزاء. السوق حاليا بيتحرك بين التفاؤل بالسلام وبين القلق من التضخم، والذهب واقف في النص مستني الإشارة. وقبل ما أقفل معاكم عاوز أسألكم سؤال ومستني ردكم في التعليقات بكل صراحة. أنت شايف إن الذهب هيفضل يغلى ويكسر حاجز $5000 عالميا قبل نهاية السنة دي؟ ولا شايف إن سعره حاليا مبالغ فيه وهينزل؟ مستني أشوف تحليلاتكم وتوقعاتكم، وبقرأ كل الكومنتات وبنتناقش فيها. ما تنساش تعمل لايك لو استفدت، وتشترك في قناة فلوس من الصفر عشان تتابع معانا كل جديد في عالم المال والذهب. أشوفكم الفيديو الجاي على خير.